أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيبي إله العالمين أبي القاسم محمد. اللهم صل اللهم على صل على محمد وآل محمد محمد. وآل محمد السلام وعجل. على فحل الفحول، السلام على زوج البتول، ابن عم الرسول، الضارب بسيفيه، الطاعن برمحيه، فارس بدر وحنين. السلام على فاطمة الزهراء، السلام على سيدة نساء العالمين، السلام على أم الحسن والحسين. السلام عليكم أحبتي مشاهدي قناة الأنوار الفضائية، أسعد الله أيامكم وكل عام وأنتم بألف خير بمناسبة زواج النورين، زواج علي بن أبي طالب عليه أفضل الصلاة والسلام وفاطمة الزهراء. وهذه حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي والمباشر برنامج المحطات. فأنا وأنتم أرحب بضيفنا الدائم الكاتب والباحث في الفكر الإسلامي المعاصر سماحة الشيخ مرتضى معاش. أهلا وسهلا بك شيخنا العزيز، وأسعد الله أيامك. أهلا وسهلا بكم وبكادر قناة الأنوار الفضائية المحترمون، وأسعد الله أيامكم بهذا زواج النورين، ونسأل الله سبحانه وتعالى بحق هذا الزواج اللهم المبارك آمين. العظيم المقدس الكبير أن تنعم الأمة بالازدهار والتقدم، وأن يتفضل الله سبحانه وتعالى على شباب الأمة وشابات الأمة بالزواج والحياة السعيدة. اللهم آمين. شيخنا العزيز، بحثنا مستمر لموضوع مهم، وهو التربية الرقمية، وله أهمية بالنسبة للأطفال أكثر من باقي الأجيال على مر الأعمار، باعتبار أنه شريحة الأطفال هي الشريحة التي بسهولة يسيطر على عقولها، وبسهولة يتم استخدامهم كآلة أو كشيء يبنى عليه المجتمع ويؤثر تأثيرا سلبيا. فسؤال حلقتنا لهذا اليوم، وهو إكمالا للبحث السابق، ما هي أبرز المخاطر التي قد تواجه الأطفال أثناء استخدام الإنترنت؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. نحن دائما نتساءل ونتكلم مع الآباء حول هذه القضية، جيد. أنه الآباء لماذا لا يهتمون ويدركون أهمية التربية الرقمية وأهمية الوعي بكيفية التعامل مع هذا العصر الرقمي وأخطار هذا العصر الرقمي. أنا تحدثت كثيرا مع الآباء جيد. في هذا الموضوع ونبهتهم عن هذه القضية، ولكن لا ألاحظ كثيرا عدم الاهتمام بهذا الموضوع، أو التعاطف بهذا الموضوع. عدم الاهتمام أصلا، وعدم نعم. إدراك مخاطر هذا الموضوع، جيد. إلا إذا من ابتلى. يعني نتكلم عن هؤلاء الذين لم يبتلوا، ما شافوا النتائج، لكن اللي شافوا النتائج يلا أدرك مخاطر هذا الشيء. الكارثة نعم. التي مر بها. فأتكلم كثيرا ولا يدركون ولا يهتمون بهذا الموضوع. لماذا؟ أتصور أحد القضايا الأساسية مربوطة أنه الآباء يحتاجون إلى تربية، هم يحتاجون إلى تربية فعلا واقع حال هذا إلى تربية وتوعية. نعم، هو يحتاج. لماذا؟ لأنه متعلق بالجهاز الذكي، بالهاتف الذكي تعلق شديد. فكيف يمكن أن تربي ابنك رقميا والأب هو الذي متعلق بجهازه في كل وقت؟ أنا دائما ألاحظ، أمشي بالشارع أشوف الناس كلهم بيديهم الموبايل ويستعملونه، لو واحد يتصفح، لو واحد يتكلم، لو قاعد يسوق بالسيارة، في كل الأوقات. شيء أساسي. من 10 واحد ما عنده موبايل بيده، متلازمة صايرة. حتى الموبايل قعدات البيت شيخنا. نعم. الضيف اللي يجيك بعد ماكو سالفه اجتماعيه، موضوع يطرح، اصبح الالتهاب التليفون شيء مباشر حتى نعم. بالجلسه. يسمون متلازمة الموبايل، بحيث إذا ما شاف موبايله يصير عنده نوع من الارتباك والقلق، والموبايل ضاع، ما هو او انترنت ماكو. هي انترنت ماكو، نوع من الارتباك والقلق، متعلق شديد. فهذا الأب الذي يتعلق تعلق شديد وعنده إدمان، أو الأم، والبيت كله هو يعيش حالة من خلينا نسميه الاستخدام الرقمي
إذن كيف تتوقع أن الابن ينمو؟ فعلينا في البداية أن نقول للآباء اهتموا، ادركوا الخطر وتعلموا هذه القضية. جيد. لا تأخذكم اللهو ولذة التصفح الهاتف الذكي، هذه اللذة الوهمية اللي الإنسان يدمن عليها، وإن شاء الله نتكلم عنها، عن قضية الريلز وهذه تتابع الريلز وكيف يؤثر تأثير سلبي جيد. على الإنسان. الإمام السجاد عليه السلام يقول: وحق ولدك أن تعلم أنه منك ومضاف إليك في عاجل الدنيا بخيره وشره، وأنك مسؤول عما وليته من حسن الأدب والدلالة على ربه عز وجل والمعون له على طاعته، فاعمل في أمره عمل من يعلم أنه مثاب على الإحسان إليه معاقب على الإساءة إليه. كله يتكلم لك عن الخير والشر والإحسان والإساءة. يعني الأب هو الذي الولد له حق على الأب أنه يحسن إليه بالخير والإحسان ويحميه ويوفر له بيئة آمنة في العصر الرقمي، يحقق له التوازن والصحة النفسية والصحة الاجتماعية والنمو الطبيعي في الحياة. واجب على الأب. سائل يتساءل هسه حاليا، نعم، على ضوء حديثك في الحلقة السابقة وهذه الحلقة، نتفق أنه هذه الموجة جت أخيرا حول موضوع التربية الرقمية والعصر التكنولوجي واجتاح الانترنت العالم وليس العراق. هنا الأب باعتبار رجل كبير بالسن يقول لك أنا ما أعرف ولا عندي اطلاع تام حول ماذا يجري في الهاتف وشنو اللي بيه المساوئ وشنو اللي بيه فوائد، رغم أنه هو يستخدمه، بس هي المخاطر على الأبناء. نعم. يقول لك أنا هنا شلون أعرف هذا الخطر قاعد يأثر على ابني؟ كيف يمكن أن أسيطر على ابني؟ احنا راح إن شاء الله نتكلم عن هذه القضية. نعم. في قضية الأخطار بالتدريج. شنو الأخطار الصحية؟ شنو الأخطار النفسية؟ شنو الأخطار الاجتماعية؟ ونتكلم عن قضية التوحد اللي طرحناها بالتفصيل في الحلقة السابقة. نعم. الطفل لابد أنه يعرف أول شيء ماهية الطفل وتشكيل الطفل. الطفل من عمر سنة، من عمر الصفر، من عمر اليوم الأول يولد به إلى سنتين، هذا الطفل ما يعرف شيء بالحياة إلا ما يحس به بحواسه. يرى الأشياء فقط، يحس الأشياء بحواسه. فمرحلة تعامل مع الأشياء في العالم الخارجي بعد السنتين إلى سن 5 سنوات يبدي يحكم على الأشياء، يتعلم الأشياء، يختبر الأشياء تدريجيا، يصير عنده نوع من التفاعل مع الأشياء، يحاول يطبقها. نعم. من سنة 7 سنوات إلى 11 يبدي يفكر بهذه الأشياء، وهذه كيف تأثر هذه الأشياء. لا أقول لك كله مربوط بالعالم الخارجي الأشياء. أخطر مرحلة بهذا العمر. نعم، إلى 11 سنة. نعم. من 11 سنة هاي المراحل اللي يذكرون علماء التربية، بعد يصل عنده إلى مآخر تبدي مرحلة المراهقة، ويبدي تتشكل شخصيته وحياته على ضوء هذه السنوات التي مرت. الأخطر شيخنا. نعم، من هناك يبدأ التشكل على ضوء 11 سنة. إذن يعني ماذا يعني هذا؟ يعني استنتاج خطورة من أول يوم لحد 11؟ لا، استنتاج شنو نستنتج؟ نعم. لابد الطفل من يوم الأول من عمره إلى 11 سنة يتعامل فقط مع العالم الخارجي. يعني ما بي سلبيات شيخنا؟ لا، هو فقط يتعامل مع العالم الحقيقي الواقعي الموجود. نعم. ما يصير تعطي موبايل. لما تعطيه تنقله من العالم الحقيقي الخارجي إلى العالم الافتراضي، العالم الإلكتروني. هاي بعده ل 11 سنة. اي هو يعني في هذه شفت قضية الطفل يتعلم انه يرى الاشياء، يرى اللعبة مالته، يرى التراب، يرى عندك الاكل، يرى الطعام، يرى العابه، كلها قضايا ملموسة يلمسها. جيد. يلمسها لمس حقيقي، يمر بتجارب مع هذه الاشياء، يعرف انه اكو اشياء، هذا الشيء من جاي، وين رايح، اذا ضاعت اللعبة وين موجودة،
كل أمر حقيقي. بس لما تعطي موبايل عمره سنة سنتين، الطفل يصير عنده اختلال. نقلت من العالم الواقعي إلى الافتراضي. نعم، كل عملية التربية اللي مر بها الإنسان تختل، فيصير عنده نوع من الخروج عن العالم الحقيقي إلى العالم الافتراضي، وهنا تنشأ المشاكل الموجودة. لماذا هذا الشيء احنا نتكلم عنه؟ يقول انه هذه المراحل التنموية التربوية، تنمية الطفل، التنمية الجسدية يسموها. يعني هذه التنمية الجسدية، الإنسان الطفل لما يكبر من اليوم الأول إلى ما بعد ذلك يحتاج إلى تنمية جسدية. هاي التنمية الجسدية البيولوجية يسموها يعني، وبالإضافة إلى التنمية النفسية والتنمية الاجتماعية، حتى ينمو كشخص كإنسان طبيعي. بعدين ينتقل إلى مرحلة بعد ال 11 سنة تبدأ عملية تشكيل الشخصية الاعتبارية الحقيقية لهذا الإنسان، فيحتاج إلى الوجود في العالم الحقيقي المادي وليس في العالم الافتراضي. يحتاج إلى يسمون النضج البيولوجي، يسموه علماء التربية، أن ينضج جسميا بيولوجيا، جسمه يعني يتحرك. شايف أنت الطفل ذولا كله، بعض الأطفال كله يركضون، ما يقدر يقعد الطفل إلى أن يقوم الصبح، إلى أن يصير بالليل يريد ينام على حركة واحدة. حركة. لماذا؟ يحتاج الطفل، هذا الطفل يحتاج أنه ينضج بيولوجيا جسميا، فلا بد أن يتحرك، جسمه ينمو، عضلاته تنمو. إذا أعطيته موبايل شو يصير؟ انتهت الحركة، توقف النمو البيولوجي، تخفت عضلاته، تخفت أعصابه، كل شيء في جسمه، حواسه، عينه، سمعه، كله يبدي ما يتشكل تشكل طبيعي، يصير به اختلال، فيحتاج إلى نضج بيولوجي بالإضافة التفاعل مع البيئة. أنا دا أحكي لك من اليوم الأول من حياته إلى 11 سنة بمراحل مختلفة. تفاعل مع البيئة، تواصل، حتى يتعرف، يتعلم، يستكشف معنى الحياة. عندك النقطة الخبرات الاجتماعية، التفاعلات، ومن ثم مع كل التفاعلات بناء عملية التوازن في شخصية هذا الطفل. يعني مثلا افرض أنت مثلا اليوم أخذت هذا الطفل عمره مثلا 3 سنوات 4 سنوات أو سنتين، خليته في مثلا غرفة لوحده، خليته بهالغرفة وحده يعيش، لا صار عنده حركة يركض مثل كأنه قفص، ولا صار عنده تفاعل مع البيئة الخارجية، يعني يشوف الأشياء ينظر لها يفكر بها، ما صار عنده تواصل مع الآخرين، ما صار عنده خبرات، ما صار عنده احتكاك مع الآخرين. ورا حوالي 7 8 سنوات طلعته برا، شو يصير؟ يختل عقليا. هذا غريب، يعيش بالاغتراب الكامل. أنت تفعل ذلك عندما تعطيه جهاز الموبايل. شوف المخاطر، هذا خلص أنت ألغيته، جعلته معوقا، معوق أصبح معوق. نعم، كوجود، لأنه ألغيت بالنضج البيولوجي، والغيت بالتفاعل الاجتماعي والتفاعل، معرفة البيئة الخارجية والتعلم والاستكشاف والفضول كله، فإذا ما عنده توازن في شخصيته، يطلع مختل. وطبعا هذا قضية إن شاء الله نذكرها في كثير من المشاكل اللي يمكن نلاحظها احنا. نعم سماحة الشيخ، أنت في الحلقة السابقة وهذه الحلقة تحدثت حول نمو الأطفال، وفعلا هذا الشيء خطر على الطفل، باعتبار أنه الطفل يبدأ الملامح الحقيقية لجسمه ولعضلاته عن طريق النمو الطبيعي. أما إذا نمو كان غير طبيعي راح يسبب له مشاكل حتى بالكبر وتلف بالأعصاب وبالنظر، وكما شاهدنا التقرير اللي تحدثنا عليه الأسبوع الماضي. فأريد أخذك لهذا الجانب وأريد تفصيله حول هذا الموضوع. ما هي أسباب ضياع النمو الطبيعي في العصر الرقمي؟ يحدث اختلال عند الطفل، نعم، يعني تضيع الطفولة عنده،
يعني أهم شيء للطفل أنه يتعامل مع الأشياء الخارجية ويتعلم معانيها باللعب، جيد. بالاحتكاك، بالحركة. فيشوف هذا مثل ما قلنا، تحفزه هذه البيئة الاجتماعية، ويصير عنده خبرات، ويصير عنده تعامل، ويتعلم عملية التكيف مع العالم الخارجي. نعم. التكيف مع العالم الخارجي، ويصير عنده خبرات. يعني الحياة قائمة على الفعل ورد الفعل. مثلا تجارب. نعم، إذا الطفل يعرف هذه النار محرقة منين، عندما مثلا يحاول يعني يلمسها يلمسها، يوصلها. فيصير عنده تجربة أنه هذا حار، انتهى بعد ما يوصل له. ما يوصل له. يتعلم بالتجربة، يتعلم الاحتكاك مع البيئة الخارجية ويعرف، فيصير عنده قوة وبناء ومقاومة في التكيف مع العالم الخارجي، مقاومة التحديات، التعلم من أخطائه، التعلم من تجاربه، ويصير عنده تطور في القدرات النفسية، تطور في القدرات العضلية الجسمية، قلبه، أوعيته، حركته، دماغه، عينه، كله ينمو نمو طبيعي. بالإضافة إلى التحمل والصبر، لأنه راح يصير عنده احتكاك. فعلا. مثلا كمثال، إذا أنت الطفل عازله بالبيت وخاله بالبيت، ما تخليه يطلع برا، ما يقدر بعد يروح يلعب ويا الأطفال، ما صعد احتكاك مع الأطفال. بمجرد ما يروح مع الأطفال آخرين يشعر بالاغتراب والغربة، ما يقدر يتعامل. يصير حبيس هذه نعم، المنطقة. ليش أطفال هؤلاء أطفال، واحد يضرب الثاني، واحد يصارع ويا الثاني، يتنافسون، يتعاركون، يلعبون، حركة إنسانية مشتركة. وبنفس الوقت طبيعية. نعم، فهذا كله نمو طبيعي التدريجي. احنا شنو هدفنا نريد نقول؟ نقول انه التكنولوجيا الرقمية، العاب الفيديو، الهاتف الذكي، الطفل الصغير تلغيه، ما تخلي ينمو نمو طبيعي. فالمثل لطيف حلو، انه هؤلاء الذين ينمون في اطار، في ظل العصر الرقمي، التكنولوجيا الرقمية، وينغمسون فيها انغماس كامل، هؤلاء صار عندهم هشاشة نفسية، ضعف نفسي، ويضربون. حتى يأثر على شخصيته. عفوا سماحة الشيخ. نعم، يعني هو هذا كلامنا، هذا معناته. إيه. يعني ما عنده شخصية. الشخصية من تجي الشخصية؟ الشخصية تجي من خلال أنه تلتقي بمختلف التحديات الخارجية. هو ليش الطفل يروح للمدرسة؟ ليش الطفل يلعب مع تكون الخارج؟ اختلاط. نعم، يختلط، يتعلم تجارب، احتكاك، ومن ثم يصير عنده، يعرف انه شلون يصير عنده يسموه مناعة نفسية. جيد. يعني مثلا انت اذا الطفل خليته بالبيت وما خليته يحتك بالخارج، مناعته الجسمية من ناحية الفيروسات تصير ضعيفة. هذا لازم يطلع برا، حتى تصير له مقاومة. يطلع برا، يحتك، يصير عنده فيروسات، يتمرض، انفلونزا، امراض ثانيه، امراض الاطفال اللي يصير به، يصير عنده جسمه، يصير عنده مناعه مقاومه للامراض تدريجيا. هكذا تبنى المناعه. يعني هاي المناعه الموجوده عندنا عند الاطفال تبنى من خلال التعرض للتحديات الخارجيه والمخاطر الخارجيه. فهنا تبنى المناعه. كذلك المناعه النفسيه. فمثال يضربوه، يقولون الأشجار التي تتعرض للرياح تكون أشجار قوية جدا. لماذا؟ تكون مقاومة للرياح باختلاطها بالجو الطبيعي. لماذا؟ شوف المثل الحلو هذا. يقول هذه الشجرة لما تزرعها يجيها الريح مثلا منها الصوب، شو تسوي حتى تلزم نفسها تقاوم؟ تمد جذورها في الجهة المعاكسة، تقوي روحها، تقوي جذورها. جيد. يجيها من الطرف الآخر تكون عملية عكسية، تقوي جذورها من ذلك. فشوف انه هذه تنمو نمو طبيعي تدريجي. يقول فالمكان جربوا تجربة، خلوا أشجار من هذا النوع، يعني من النوع اللي تمر عليه الرياح، خلوه في مكان ما بيه رياح، فهذه نمت نمو جدا سريع، أسرع من ذيك، نمو سريع جدا. ولكن لما نمت نمو سريع، بمجرد ما تعرضت لأي ريح رأسا سقطت.
اكيد. لماذا؟ لان جذورها كانت جذورها ضعيفه. ضعيفه. مهم. هذه معنى التربيه الحقيقيه، انه تربي الطفل في مواجهه الضغوط وعنده قدره على التكيف مع كل التحديات. جميل. وهذا الشيء كله يسلبه. مهم. التكنولوجيا الرقميه تسلب الطفل كل هذه التحديات اللي ما يقدر، ويصير جهاز المناعه عنده ضعيف ومشاعره تصير ضعيفه. المشاعر شنو معناتها المشاعر؟ المشاعر يعني مثلا انه يكون مع الاخرين. فالمثل لطيف اخر اجيبه يضربوه، مثلا الالعاب الجماعيه الرياضيه، مثلا كره المنضده. المنضده بها راكتين اثنين صح او اربعه يلعبون بها. اذا هذا الطفل لعب مع طفل ثاني يصير عمليه فعل ورد فعل، اكيد، تسديد ورد للتسديد. نعم. فيصير نوع من التفاعل والتنافس فيما بينهما. فهذا الطفل يقرأ مشاعر ذاك، شوف مشاعره شلون ذاك، ايجابيه راح سلبيه، نعم. يتعلم يقرأ مشاعر الاخرين. جميل. حركات عينه كيف هذا، كيف هاي نتيجه الاختلاط. نعم. فصار عنده نوع من المتعه، مشاعره تظهر، طاقاته تظهر. افرض مثلا واحد يلعب مثلا هذا كرة منضدة بدون مشاعر، بالراكيت لوحده، ايه يمل يضوج اكيد ويتركها بسرعه، ما عنده مشاعر يصير. نعم. العاب الفيديو والعاب والجهاز الهاتف الذكي بالنسبه للطفل عمليه تجميد المشاعر وتجميد العواطف وتجميد التفاعل مع الاخرين. نعم. فهذا بعد بالنتيجه ما يتعلم انه كيف يعيش، يكون كائن اجتماعي، بل يكون متوحد اجتماعي فعلا منعزل عن المجتمع. هذا يكبر بالنتيجه ما يعرف يدير مشاعره، وهذا المشاعر ما يكون عنده قدره على انه كيف يستعملها، كيف يستخدمها، مجمده. كيف انه يسموه بالمصطلح الحديث في علم النفس يسموه الذكاء العاطفي. الذكاء الانسان يشوفه ذكي في الرياضيات، لكن في التعامل مع المجتمع ما عنده ذكاء، ضعف بالمشاعر. ضعف المشاعر، يعني ما يعرف شلون يتعامل مع الاخرين، شلون شو كنت يتكلم، شو كنت يسكت، شلون يحترم. هذا يسموه ذكاء عاطفي، تعلم استخدام المشاعر. نعم. سماحة الشيخ، خلينا نطلع فاصل إن شاء الله ونكمل حديثنا بعد الفاصل. نعم أحبتي المشاهدين، فاصل قصير ولنا عودة أخرى مع سماحة الشيخ مرتضى معاش، فلا تذهبوا بعيدا. وهذه عودة مجددة أحبتي المشاهدين قناة الأنوار الفضائية من برنامجكم الأسبوعي والمباشر برنامج المحطات. فمرة أخرى أرحب وضيفنا الدائم الكاتب والباحث في الفكر الإسلامي المعاصر سماحة الشيخ مرتضى معاش. أهلا وسهلا بك شيخنا العزيز مرة أخرى. الله يخليكم إن شاء الله وسلم. الله يسلمك شيخنا العزيز. محور آخر من عنوان حلقتنا لهذا اليوم هو التربية الرقمية، وأخذك إلى جانب مهم هو كيف يؤثر استخدام الأجهزة الرقمية والذكية على النمو المعرفي للأطفال. البعض كان يتصور أنه مع هذه الموجة التكنولوجية الهائلة نعم أنه راح يتطور الذكاء الإنساني، يعني راح تفيدنا في عملية إحنا يعني الناس يصيرون أذكياء أكثر. جيد. لما يصير عندك المعلومات كثيرة وسهلة يصير أنه الإنسان أذكى. ولكن اللي شفناه قاعد نشوفه هي عملية عكسية. عملية عكسية. الإنسان دي يصبح يعني دي يصير عنده حالة من الغباء، مو عملية ذكاء، وإنما حالة من الغباء والسطحية والتفاعل هذا الإنسان بسبب هذه التكنولوجيا. لماذا؟ لأنه تدفق المعلومات الهائل اللي يجي على الإنسان يؤدي إلى عدم قدرة الإنسان على تحليل المعلومات واستيعابها، وعدم وجود تفكير نقدي، بس مجرد تلقي، وتلقي سطحي، تلقي سطحي من طرف واحد من جهة واحدة. وهذا مو ذكاء. الذكاء هو عملية تحليل، عملية إدراك. فلذلك نشوف أنه عملية خلينا نسميه أنه تخزين الإنسان المعلومات بهذا الشكل. أصبحت الذاكرة ممتلئة بعدم وجود قدرة على التحليل
الافكار والقضايا هذا والمسائل. يولد عندي سؤال آخر. نعم. انه هاي كثرة المعلومات وهاي الطفرة اللي صارت عندنا، هل هي مقصودة ومستهدفة من الجهات معنية خارج العراق او الدول الغربية، او سوء استخدامنا لهذا الجهاز وعدم استيعابنا لهذه المعلومات ولدت وصولنا الى الغباء؟ نعم، هو احنا تحولت هذا التكنولوجيا من عامل للنمو المعرفي الطبيعي إلى عامل للمتعة واللذة، ومن ثم من المتعة واللذة إلى الإدمان يعني سوء استخدام من والانغماس. عندنا. نعم، انغماس الشديد دون وجود وعي ورؤية لكيفية تأثير هذه الأجهزة. فهذا يؤدي إلى اختلال النمو المعرفي جيد. عند الأطفال. بس هذول يقول لك أنت بعدين إن شاء الله هم نطرح هذه القضية. الجيل الألفا، الجيل المولود من سنة 2010 اللي هو ظهر في ذروة التطور التكنولوجي والهذا، الآن ما يحب الدراسة، ما يعتقد بأهمية الدراسة، متعلق بالأجهزة الذكية وغير ذلك، تعلق شديد، ما يخلي لها أهمية، بل أصبحت معرفته من هذه الأجهزة فقط، غثها وسمينها، يعني سيئها وجيدها، كل أصبح يعني تغذية سيئة لهذا الإنسان، فأصبح نوع من التخزين المعرفي السيء وعبء على الأطفال. شنو أدى إلى هذا اختلال النمو المعرفي؟ أدى إلى التشتت عند الأطفال. نعم. وعدم التركيز وعدم القدرة على التعامل مع الخارج بتركيز وفهم، وبالنتيجة عدم القدرة على أن يتعلم تعلم طبيعي في حياته. إذا تلاحظ التشتت الموجود، صار اعتماد الكلي على الأجهزة الذكية. نعم، أنت شوف مثلا الآن المراهق الآن لما يقعد يدرس، مراهق الشاب وحتى الكبير هم، نعم، لما يقعد يدرس مثلا قدامه مثلا الهاتف الذكي أو الآيباد، يقرأ كتابه، نعم. الآيباد، الكمبيوتر، هذا قرأ هيك في الصفحة، خلاه على صفحة، شال موبايله، قلب شوية ورجع. هذا يسموه تشتت. تقول ليش أولادنا يفشلون بالدراسة وتخلي له مدرس خصوصي؟ هاي مو مشكلة المدرس الخصوصي، هو محتاج موجودة عندك بداخل البيت. نعم، ما يحتاج هو إلى مدرس خصوصي، هو يحتاج إلى تركيز، وهناك مشتتات ومشوشات كثيرة من حوله. نعم. يعني حتى لو فرض جهاز موبايل من عنده أخذته، فكرة متعلق شنو بالتليفون، شنو جاي جتني رسالة، شنو أكو لعبة، شنو صار اليوم، شنو تكلموا اليوم، شنو تحدثوا اليوم، مشوشات كثيرة. ولذلك شنو نتيجة هذا؟ اللي التعرض المكثف في الهواتف الذكية والإنترنت، وحتى إلى التعرض الخفيف. يعني بعض الأحيان اكو بعض الناس يقولون احنا نستخدم جهاز الكمبيوتر واللابتوب أو الآيباد نستخدم للتعلم. حتى هذا أنا أحكي لك مو كلامي هذا، نعم. هذا كلام العلماء المختصين، علماء النفس المختصين في التربية في القضايا الرقمية وآثارها. يقول كل هذا يؤثر إلى ارتفاع درجات الاندفاع، يسمى الاندفاع وعدم المرونة الإدراكية، وخصوصا عند الفتيات. شنو معناته عدم الاندفاع وعدم المرونة؟ يعني سرعة الهيجان والانفعال الشديد والعدوانية. يعني مثلا كمثال، إذا ابنك قاعد يتصفح، جيت من عنده أخذت من عنده جهاز الهاتف الذكي، راح تكون له ردة فعل قوية، ينفجر. أنت وقفت لعبتي، خربت لعبتي، خربت حديثي. نعم. شنو سبب هذا؟ سببه هو أنه تعلق الشديد والإدمان جعل عنده حالة من العدوانية. هذا يسموه الاندفاع، هو رد فعل، لأنه ما صار عنده نمو معرفي ونمو اجتماعي طبيعي حتى يكون عنده قدرة على يكون رد فعل سليم. وإنما هو أصبح تربية الموبايل. هسه خليني أذكر هذه العوائل أصبح عبدا للتليفون. نعم. العوائل يصورون، طبعا هاي قضية جدا حساسة مهمة تفكير بها.
العوائل يظنون انه اذا احنا ما خلينا اولادنا بالشارع، جبناهم خليناهم بالغرفه، وفرنا لهم الاجواء جهاز، الخاصه، عنده لابتوب وعنده ايباد وعنده جهاز حاسبه. ذكي وعنده العاب فيديو، وهذا يشعرون بامان. فد وحده من المراهقات تذكر قصتها، صاحب الكتاب يذكر احد نعم. الكتب، يقول مراهقه هذه، يقول انا بغرفتي قاعده وامي تداريني، وعندي كل اشياء لان الاجهزه الملهيات. ملهيات، اجهزه ذكيه موجوده كلها بكل انواعها، وامي كل شوي تجيب لي عصير تداريني وتجيب لي اكل وتهتم بي، ولكن لا تعلم انه ما هو المحتوى الذي اراه. تتعلمها هي. تتعلمه هي، شنو المحتوى اللي يجيني؟ تتصور انت مثلا المحتوى اللي اجاه لهذه البنت او لهذا الولد دمر هذا الولد، دمر هذه البنت، مستقبل مهما كامل انت الدمار. نعم مستقبله دمره، دمر شخصيته. هذا المحتوى خلى اختلال عنده. اخي الطفل الصغير اللي عمره 3 سنوات وبيده جهاز ذكي، وفجأة يأتي أمامه محتوى ضار غير لائق، ماذا يحصل لهذا هذا الطفل؟ راسا يترسخ بدماغه وراح يطبقه كهيكليه لا بحياته. اي بعد هو يصير عنده نوع من الاختلال، تعرض لمعلومة شديدة، صدمة شديدة تعرض لها هذا الطفل. فلذلك يصير هذا الاندفاع اللي موجود، الاختلال الاضطراب السلوكي اللي يصير عنده، انه ما متعلم كيف يتحكم بنفسه، فيصير عنده انفعال دون تفكير، يصير عنده هياج شديد وعنف، بالنتيجة ما يعرف شلون يكون صبور، لأنه صار عنده تعلق شديد ب هذا الشيء. لذلك هم العلماء مع الإحصاءات والأرقام يقولون أنه أكو هناك ارتباط بين الهيجان العاطفي عند هذا الطفل أو هذا المراهق وبين مستوى تعرضه للوسائط الرقمية والأجهزة الذكية. نعم. كم هي اتعرض لها؟ ساعة، ساعتين، 3، 10 ساعات. كل ما يزداد مستوى الانفعال النفسي والعدوان النفسي وحالة العدوان عند هذا الشخص، وما يستطيع تنظيم انفعالاته. اكيد. الآن نروح نسوي تحقيق عن استطلاع، كم هؤلاء من الآباء عنده معاناة مع انفعالات ابنه وطفله وايد. بمجرد انا استذكر حديث لاحد الاخوه والاصدقاء، يقول احنا مرينا بفتره ابني نطق البيضه بالبيت حتى ياكلها الصبح بالريوق، ما يقدر ياكل البيضه. نعم. بابا بيع بابا بيع بابا بيع ويبتعد عنها. فيقول انا ردت اشوف شنو اسباب اللي وصل ابني لهاي المرحله، قبل كان ياكل هاي البيضه. يقول فظليت اتابع واراقب الاماكن اللي يدخل لها بالتليفون. يقول فلقيت مقطع فيديو يتابعه على اليوتيوب، انه ابني يشاهد بالافلام الكرتون، اجلك الله واجل مشاهدينا الكرام، انه كلب يجي ياكل البيضه. فالطفل ترسخت بباله انه هاي البيضه للكلاب، نعم. مو للانسان الاعتيادي والبشر مثلنا. فاصبح هاي الرسمه بباله وامنعته عن اكل البيض. يقول هسه انا بصعوبه شلون ارجع اقنعه انه هذا الشفته غلط وهاي البيضه عادي احنا اللي ناكلها. فهاي من المعاناه ومثال بسيط عن الحياه الابويه اللي يعانوها مع الاطفال. هذا يسمى الاستهلاك السلبي للمعلومات. نعم. الاستهلاك السلبي للمعلومات انه تجي معلومات يعني تتلائم مع عمر الطفل، مع طبيعة الطفل، مع حاجته للنمو الطبيعي. هو يحتاج إلى معلومات محددة ينمو بها. ترى المعلومات الكثيرة ما راح تؤدي إلى ذكاء الطفل اكيد. ولا يصير عبقري. منو قال راح يصير عبقري؟ العبقري هو الذي ينمو نموا طبيعيا معرفيا، يصير عنده قدرة على التحليل والنقد والفهم، وصار عنده خبرة اجتماعية وقدرة على التواصل مع الآخرين. بس أنت الآن ذكرت أفلام الكرتون، أنا راح أذكر لك، إحنا يمكن كثيرين ما نعرف شنو سلبيات الأفلام الكرتون، ولكن عالم سلبي جدا أفلام الكرتون. أولا هذا العالم، عالم الكرتون عالم مسطح ذو بعد واحد،
عالم مسطح ذو بعد واحد، مو عالم حقيقي. نعم. ما بي خلينا نسميه وجود اجتماعي حقيقي للطفل. نعم. عالم مكعب، الطفل لابد ان يكون في عالم مكعب مو عالم سطحي. جيد. فهذا العالم الكرتون بالاضافه لذلك عالم خيالي، فيه خيال كثير، والطفل يحب الخيال، يحب القصه، ولكن الافراط في الخيال يخرج الطفل من عالم الحقيقه والواقع الى عالم خيالي محض. عالم خيالي محض ما يفرق بين العالم الحقيقي والعالم الافتراضي او العالم الكرتوني. خلينا نسمي العالم الكرتوني، العالم الكرتوني والعالم الحقيقي. يعيش في العالم الكرتوني، يصير تابع للشخصيات مثل ما قلت، للشخصيات الكرتونيه. الشخصيه الكرتونيه تصبح مسيطر عليه، وتعطيه تغذيه بقيم، مبادئ، اخلاقيات ما لها علاقه باعرافنا ومجتمعاتنا وطبيعتنا وديننا، تغذيه بقيم ثانيه، بعض الاحيان بها محتويات غير لائقه. هذه الافلام الكرتونيه، هذا الانيميشن، افلام الانيميشن اللي الانمي يسموه، تعرض حتى بها قضايا الحاديه، صح. بها كفر في الدين. فتتوقع انه هذا الطفل يتعلم على هذه الرسائل المتضاربه والشخصيات السلبيه، يؤدي الى معضله. بعض الاطفال يصير عنده عطب وعطل في المهارات اللغويه، ما يعرف يحكي، حكي صار لغه كرتون، افلام الكرتون، مصطلحات افلام الكرتون، حياه افلام الكرتون. فبالنتيجه هذه الرسوم المتحركه، واكو ناس راحوا، يعني انا حسب متابعتي لبعض الكتب وقرأت بعض هذا، اخذوا اولادهم الى اطباء استشاريين في علم النفس، ارشاديين، لان قاعد ظهرت عليهم يعني آثار سلبية جدا لأفلام الكرتون. نعم. وتأثرهم، تبني لهجات الكرتون. أنا أتذكر مرة شفت طفل يمكن عمره كان 5 6 سنوات، شفته قاعد يحكي إنجليزي، هو مجتمعنا العراقي يحكي إنجليزي. بعدين تعجبت ليش هذا يحكي إنجليزي، شفت إنه هذا الطفل عنده لعبة كلها بالإنجليزي، وصار عليه بتعلم اللغة الإنجليزية أكثر من اللغة العربية. لأن كيف تتوقع هذا ينمو نمو طبيعي؟ لا، مستحيل. نعم. الآن مثلا عندك بعض الفتيات الصغيرات تعلموا اللغة التركية، نعم، نتيجة لمشاهدة المسلسلات التركية. نعم فعلا. فهذا التعرض السيء للأفلام الكرتون والهواتف الذكية والمسلسلات والتلفزيونات، هذا كله بالنتيجة يسلب شخصية الطفل، ما يخليه ينمو نمو طبيعي، ينمو نمو خارجي حقيقي، وراها عاقبة عظيمة. يصير معوق معرفيا، معوق نفسيا، معوق اجتماعيا. نعم. سماحة الشيخ، أنا البحث مطول وكلامك جميل والوقت وياك يركض، وأنا وصلت إلى نهاية حلقتنا، فكلمة أخيرة لك. نعم. أنا أتصور إحنا نحتاج إلى أنه نص، يعني يكون بالنسبة إلى الآباء والأمهات أن لا يضعون رؤوسهم في الرمال ويعتبرون هذه مو مشكلة. لا، لابد أن ينتبهوا لهذه المشكلة. نعم. على الأقل أنه يدخلون في دورات تدريبية، يحضرون مع مستشارين ومرشدين، يتعلمون ويتعرفون على أضرار العصر الرقمي. جيد. الأب والأم عندما يذهبون إلى البيت لابد أن يضعون هواتفهم الذكية جانبا، ويحضرون مع أطفالهم في وجود حقيقي، تفاعل حقيقي، حوار بين الآباء والأمهات والأولاد. يخرجون إلى الخارج، يذهبون إلى الحديقة، خلي الأب يلعب مع طفله. أنا أعرف أنه كثير من الآباء ما يأخذ ابنه الصغير معه إلى الخارج، ما له خلقه،
صح. لأنه طفل صغير يريد يلعب. لابد الطفل الأب يأخذ ابنه الصغير إلى الخارج حتى يتعلم، يصير عنده خبرات اجتماعية، لا يكون متعلق يصير حبيس البيت وكل وقت على الشاشات. فعلا. وقت على الشاشات، التلفزيون يشوف افلام كرتون، بعدين يلعب العاب الفيديو، بعدين يروح على الهاتف الذكي. دوامه هائله من الشاشات والهواء والعالم الافتراضي اللي يخلي الطفل عقيم، من نمو طبيعي. خلي ناخذ اطفالنا الى الخارج، نلعب معهم، يصير عندهم نمو طبيعي، نحافظ على صحتهم النفسيه وصحتهم الجسديه. هذه مسؤوليتنا. اكيد. بالمستقبل لا يحاسبنا أبنائنا ويقولون قد قصرتم معنا. في التربيه. فهذه برأيي أن نحتاج إلى أن يكون عندنا نحن الآباء تربية رقمية خاصة بنا نتعلم بها كيف ندير هذه الأزمات وهذه الكوارث. فعلا. شكرا لك سماحة الشيخ على هذه الرسالة وعلى هذه المعلومات. إن شاء الله نكمل وقفاتنا ومحطاتنا في هذا الموضوع الخطير والشائك. إن شاء الله. شكرا لكم وأهلا وسهلا بكم، الله وشكرا يسلمك. لكادر القناة المحترمة. الله يبارك ولكم فيك. أيضا يحفظك الله. والمشاهدين الكرام. الله يسلمك. نعم أحبتي المشاهدين، وصلنا وإياكم إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم. نتقدم بالشكر الجزيل إلى سماحة الشيخ مرتضى معاش، وكذلك شكر الموصول لكم على حسن الإصغاء والمتابعة، وشكر خاص إلى كل كادر قناة الأنوار الفضائية اللي رافقني في هذه الحلقة. وفي الختام تقبلوا تحياتي، استودعكم في أمان الله وحفظه، وإلى الملتقى.